رجعنا معاكم مشاهدينا مرة أخرى إلى أول حوار معنا في صباح القاهرة يوم السبت 17 12 20 22، وهو حوار مهم بشكل كبير جدا، لأنه هناك مصطلح كثر ذكره وهو شديد التماس بحياة الناس، ومن غيره يكون هناك قصور في أشياء كثيرة جدا. من غيره تحتاج الأوطان إلى مراجعة. مصطلح التنمية المستدامة مصطلح كبير جدا، ومصطلح فيه يعني شجرة كبيرة جدا، فيها تماس وتواصل مع بعضها بشكل كبير جدا. الحديث عن التنمية المستدامة اللي هي حياة، يعني تندرج تحت كلمة حياة. معنا معكم المهندس أحمد البيلي، الباحث بمعهد الدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل والخبير في التنمية المستدامة. باشمهندس، نورتنا وسعدتنا، وسعداء بوجود حضرتك معنا النهارده في اهلا صباح بحضرتك يا الخير. فندم، صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. التنمية المستدامة موضوع كبير، موضوع يعني شديد التماس بالناس وحياتهم بشكل كبير جدا. طيب خلينا نقول بداية كده، اللهم لا تحرمنا نعمة مصر أم الدنيا وسيدة الأوطان. يا رب. دي بداية. يا رب. عايزين نقول مصطلحات كبيرة عشان آه. عايزين نفهمها كلنا. يعني المشاهدين قاعدين قدامنا دلوقتي وعاوزين يتكلموا ببساطة معانا ببساطة شديدة ببساطة جدا، شديدة جدا. التنمية المستدامة مم. هي تلبية احتياجات المواطن في الجيل الحالي مم. دون المساس بالأجيال القادمة. بحقوق الأجيال القادمة. أيوة. صحيح. يعني إيه؟ يعني أنا مش عشان تاكل كويس ابنك ما يسكنش آه. بعد 20 سنة. أفرط في حقوق ايوه، ما الأجيال احنا القادمة. بنتكلم بقى اه. ايه، بالعاميه يعني جميل. عشان نفهم بعضنا جميل كلنا، عشان جميل جدا. عمي وخالي وابويا يفهموني. صحيح. انا النهارده ما ينفعش اوفر لك الاكل واسيب ابنك جعان بعد 20 سنه. مم. يبقى انا لازم اشتغل لك وللأجيال ولابنك القادمة. ولحفيدك. مم. هايل. طيب، ايه اللي يظهر قدامنا رؤيه الواقع في موضوع التنميه المستدامه طبق بالفعل مم. ولمسناه بالفعل؟ محتاجين نموذج عشان الناس برضو تصل ليها الفكرة نفسها. دايما التمثيل مم. او المثل، لما بتضرب مثل في حاجه يعني هو بتيجي الفكره. مريح. ايوه. طيب احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا اسمها العشوائيات. تمام. مشكله كانت قنبله موقوته، ما- وشفنا افلام اتعملت وشفنا روايات اتعملت على العشوائيات وما يرتبط بها من كوارث، ارهاب، زنا محارم، كل حاجه، كل كل الموبقات. الموبقات. صحيح. تمام. اسمح لي باشمهندس احمد، انا كنت بقول لو انه الدوله المصريه في خلال الثمان سنوات ما عملتش غير مشروع العشوائيات فقط وحلت مشكله العشوائيات يكفيها. انا كل اللي هقوله لحضرتك النهارده في الحلقه دي من مشاريع هتقولي على كل مشروع كده، لان احنا انا هنلمس عارف. في كل حاجه. صحيح. بس هو المشكله ان مم. الناس غالب عليها فكره بس ان الاسعار غاليه. مم. خلينا نسيب دي للفقره اللي بعد، ما يعني احنا هنتكلم احنا فيها. هنا التلفزيون المصري تلفزيون الشعب. بس احنا اه. هنقول ايه الاول، إيه المثل اللي فعلا يعرفك يعني ايه تنميه مستدامه جميل. وكلنا شفناه. اتفضل يا قلنا فندم. ان في عشوائيات. 2008 كان عندنا 48 مليون مواطن مصري يقطنوا العشوائيات. صحيح. وقنابل موقوته. قنابل موقوته، ولا تستطيع حصرها امنيا، صحيح. ولا تستطيع انك انت تحصر مين داخل ومين خارج ومين راح ومين جاي. صحيح. مشكله كبيره جدا. طب عشان تتحل بفكره التنميه المستدامه اعمل ايه؟ مم. هو ليه العشوائيات ظهرت؟ العشوائيات ظهرت لان في الاول كان هجره من القريه الى المدينه، صحيح. ثم هجره من المدينه الى المدينه. صحيح. طب يعني ايه بالبلدي؟ مم. يعني انا جيت من البلد، قعدت في بحث عن فرص المطريه مثلا عشان رزق. اكل العيش. اه. ابني جه يتجوز، مم. مفيش مكان في المطريه، فاضطريت اروح عزبه النخل. على جوانب المدن. اضطريت اروح عزبه اه. النخل. ليه؟ لان هي ارخص. صحيح. بقت عزبه، مم. وبقى في كفر، وبقى في عزبه صفيح، مم. وبقى في بقت العمليه هي دي العشوائيات. صحيح. طب انا عشان احل النهارده قلت طب تعال اخد. وفي طبعا ده مرتبط برضه ببناء عشوائي طبعا. طب وعليه. اخد بقى اعمل سكن بديل مم. لاهالينا في العشوائيات. جميل. يبقى انا كده حليت مشكله الجيل الحالي ايوه. اللي هو انا وسعادتك. ايوه. طب ما هو بعد 10 سنين ممكن تتكون عشوائيات اخرى. الاسمرات دي، مم. لو انا الجيل اللي طالع فيها الجديد ما وفرتلوش سكن، هتبقى كفر الاسمرات بعد 20 ايوه. سنه هترجع تاني على المدى البعيد. على المدى البعيد. يبقى بقى ايه بقى التنميه المستدامه هنا؟ اشتغل ان انا عشان ما. ان انا عملت مساكن بديله للعشوائيات، مم. وعملت مساكن محدود الدخل مم.
ب12,000 ونص الشقة. مم. يبقى أنا النهاردة وفرت لابني وابنك في المستقبل شقق مدعمة يسكن فيها رخيصة. يبقى أنا النهاردة حليت المشكلة للجيل ده ولمدة 50 سنة قدام. واجيال اخرى. ولمدة 50 سنة قدام. هايل. هي دي التنمية المستدامة. احنا زمان كنا وعينا، انا وعيت على الدنيا. كوبري اتعمل في محافظة دمياط في حوالي من 11 سنة. صحيح. النهارده الكوبري بيتعمل في شهرين. ما في يعني يبقى انا تغمض عليه وفتح عيني تلاقي يبقى انا الكل بحل بتاعه. مشكلة فعلا. صحيح. انما النهارده بعد 11 سنة ما كان بيتعمل، احنا زدنا قد ايه فما حلش مشكلة. اكيد. الناس اللي زعلانة قوي مم. من الطرق والكباري. مم. انا هقول لحضرتك مثل بسيط جدا، ما هو دي برضه تنمية مستدامة. انا بقول وانا اعلامي هنا انه يا اخوانا الطريق هو مش مجرد طريق الناس تمشي عليه، ده لا. اسمه طريق التنميه. لا، ده انا هقول لحضرتك على حاجة اتفضل يا مهمة فندم. جدا. في 2009 الحكومة المصرية استضافت أكبر لجنة لإنشاء طرق وحل مشكلة الطرق من اليابان. اليابان متفوقة جدا في الموضوع ده. طبعا. وجالنا الخواجة سوزوكي على الخواجة هتاشي على مجموعة جم هنا. الخواجات. وقعدوا 15 يوم. قالوا في تقريرهم الكلام ده موثق ان نسبة السير في القاهرة الكبرى من 15 ل 20% كيلو من 15 ل 20 كيلو في الساعة. وكان في تقرير يا فندم من 2010 قال انه 2009 او 10 و9 قال انه مصر 2020 سوف ما تتحول انا الى هقول دراجات لك ما انا هقول مفتوحه. لحضرتك اهو بقى. وقالوا في التقرير بتاعهم في 2020 معدل السير من 0 ل 3 كيلو. يعني دراجات مفتوحه. انت عارف حضرتك معناها ايه؟ معناها ان اللي هيتوفى هيدفن تحت ربوس السفره. صحيح. انا مش هعرف اروح به في حته. صحيح. ومعناها لا انا ولا انت نروح شغلنا. صحيح. يبقى البلد وقفت. صحيح. يبقى كان لازم الطرق دي، لان الطرق دي هي الحياه، هي شرايين الدم. طب ايه الفايده ان حضرتك انا عملت لك مستشفى 7 نجوم وببلاش مش عارف اوصل لها. ومش عارف اوصل لها؟ ايه الفايده ان حضرتك زرعت زرعه حلوه جدا وانتاج عالي جدا مش عارف توديها السوق؟ اجني ثمارها. مش عارف توديها السوق. ايه النهارده الحاجه الحلوه في ان انا عملت لك جامعه ببلاش ومش عارف تودي ابنك؟ صحيح يا فندم الطرق معالجه للفقر. طرق معالجه للفقر. وده كلام على مسؤوليتي الشخصيه. يعني ايه معالجه للفقر؟ ايوه. يعني انا النهارده اقول لك يا باشمهندس يعني ايه معالجه؟ انا النهارده راجل ساكن في قريه، الطريق اللي بيربط بيني وبين المركز حوالي من 15 كيلو. طريق ترابي، يدخل الشتاء يبقى تروبه ما عدناش نعرف نتحرك. صحيح. يبقى ابني مش هيروح المدرسه. صحيح. بقى جاهل. صحيح. فبقى فقير. هايل. يبقى انا معايا والدي يتعب ما اعرفش اوديه المستشفى، هيموت. تمام. يبقى بنتي مش هتتعلم. صحيح. فبقت جاهله، فعملت اسره فقيره. صحيح. زرعتي مش هتوصل للسوق لانه الطريق مش ممهد، لان مفيش طريق. ولا في اسعاف هيجيلك، ولا في مطاف هيجيلك، ولا في اي حاجه هتجيلك. صحيح. انت معزول عن الحياه، معزول، ولا هتعرف تاخد علاج ولا تروح للدكتور ولا حاجه. هو ده الطريق يلي زعلانين من الطرق. هايل. ده الطريق يلي زعلانين من ايه؟ من الطرق. طب حضرتك قلت لي في بدايه الحلقه حاجه جميله قوي، ان موضوع العشوائيات ده لو الدوله ما عملتش حاجه اللي هو حاجه غيره إنجاز. بس عملت. طب هل احنا بقى نسينا فيروس سي 100 مليون صحه؟ نسيت ان كل الدوله المبادره يا فندم دي، المبادره دي لوحدها برضو لوحدها. شفت بقى حضرتك؟ انا قلت لحضرتك طول الحلقه هنقول كده. انا هقول لك على حاجه هتقول لي لو حطيت كل حاجه على حده هتقول دي لوحدها كفايه. بس المشكله ان احنا ما بنشوفش غير اكلنا. وعلى فكره دي قمه التنميه المستدامه. أيوة. يعني المبادره نفسها قمه يا فندم احنا ابتدينا بيها ليه؟ ده ابتدينا بيها قبل اي حاجه. مواطن سليم. ما هو لو مش سليم مش هيشتغل عشان يتعلم ويشتغل. هو النهارده وينتج. اللي عمل الكباري واللي عمل العاصمه الاداريه واللي عمل 12 مدينه جديده واللي عمل العالمين انا ولا الشعب كله؟ الشعب كله. احنا رجع لنا 5 مليون عامل مصري في ثوره يناير والربيع العبري. صحيح. لمصر. صحيح. حد حس ان هم ما اشتغلوش على الاطلاق. المشكله اللي بتؤرق جميع الشركات المقاولات عدم وجود عماله كافيه. المشكله اللي بتؤرق جميع المصانع عدم وجود عماله كافيه. صحيح. شبابنا دلوقتي متربي عنده مفهوم حاجه واحده، ان عايز يقعد في تكييف ويشتغل في بنك بس. لكن يشتغل يتعب لا. ما احنا محتاجين دلوقتي، احنا شغالين على فكره اعاده الوعي، تغيير المفاهيم. مين عارف ان احنا النهارده بنعيد احياء القطاع العام اللي اتباع؟ مين عارف النهارده ان بيتعمل في المحله اكبر مصنع غزل ونسيج في العالم كله؟
458 مليار جنيه مصري معدات جايه من اسبانيا. والمقابل كمان بتعيد تاني القطن المصري اللي مين سابق عارف ان عهده. في اعاده زراعه او اعاده انتاج للقطن طويل التيله في الفيوم مع اكبر محلب؟ صحيح صحيح. محدش يتكلم. مم. مين عارف ان في لا، انا مليون سجلت، ونص انا فدان صورت، انا فعلا؟ صورت هناك. مين عارف ان في مليون ونص فدان بالفعل مم. بيتم استصلاحهم، يا اما في الدلتا الجديده يا اما في الضبعه. اسمح لي برضه مقاطعه بسيطه يعني. اتفضل حضرتك. يعني اسمح لي لا، المقاطعات تحت عشان امرك تحت امرك. احنا كاعلام لما السيد الرئيس افتتح الدلتا الجديده وكان بيشاهد جني ثمار الدلتا الجديده لاول مره، احنا كاعلام ما كناش عارفين. للاسف يا فندم ان تلفزيون الدوله اه. اصبح غير مرئي، لان هو بيشتغل على المجهودات المبذوله بالفعل، مم. ما بيجريش ورا الترند. مم. انما الفضحيات، ايوه. الفضحيات وانا اقصد اللفظ كويس مم. جدا، بتجري ورا ما يسمى بالترند مم. عشان الناس تشوفها. صحيح. فاقوم انا ما عرضش حاجه زي جامعه كفر الشيخ اللي فيها اول كليه في الشرق الاوسط للذكاء الاصطناعي، مم. واعرف الناس ان دي جامعه اهليه بمصاريف لا تتعدى ال1000 جنيه في السنه. دخلت ابنك كليه جديده مش موجوده في الشرق الاوسط. صحيح. عملت مستشفى تعادل مستشفى القصر العيني لخدمه اهالي كفر الشيخ. انا النهارده سايب الكلام ده كله وبشوف الفنانه مين اتطلقت والفنان مين اتجوز، بدون تفاهات بدون تفاهات بدون ذكر اسماء، تفاهات. وبشوف اللي بيقول لي انت شويجري، وبشوف اللي بتاع الكشري، صحيح. ومليت دماغ الشعب بهيافات صحيح وتفاهات، صحيح. وغضيت تمام بصره وسمعه عن الانجازات اللي بتتم. مم. لازم يعرف المواطن المصري احنا تعبانين. حضرتك في كل طريق، في كل اتجاه هتلاقي انجاز. يعني قسما بالله كل اتجاه تتجهه في مصر محروس هتلاقي فيها يا انجاز. فندم اللي بينكر حاجه زي كده ده حاقد او صحيح جاحد. صحيح. ليه؟ انا النهارده اشتغلت على كل المحاور، هي دي التنميه المستدامه. مم. اشتغلت على الصحه، مم. محدش ينكر النهارده ان مفيش انتظار في المستشفيات الصحيه. طبعا. محدش ينكر ان في نهضه قضاء حصلت في على قوائم المستشفيات. الانتظار. عندنا مشاكل، بس عندنا مشاكل في ازمه الضمير المواطن المصري. كمان في مصر الجديده من بعد 2014 فكره اقتحام المشكلات. ايوه. انك كان زمان المشكله موجوده ونحط دماغنا في الرمل وسايبين المشكله، لكن الدوله المصريه الجديده فيها فكره اقتحام المشكلات ووضع حلول ليها. بص يا فندم، مم. انا ليا تعبير في الجزئيه دي، ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مش موظف. صحيح. ما قبله كان موظف، مم. بيأدي وظيفه وتمشي زي ما تمشي، المهم نعدي يومنا. انما هذا الرجل سيذكره التاريخ بانه الوحيد اللي اقتحم مشاكل مصر المستعصيه، والعلاج مر. وخلي بالك، ودايما بقول عليها انا، يعني في حاجه اسمها رشوه الشعوب. يجي الرئيس، طب انتوا عاوزين ايه؟ عاوزين كده، خد. ويتم اهمال القضايا الشائكه الكبيره جدا اللي هي تبنى عليها الاوطان، او يعني تسيب جزء من شعبيتك في سبيل انك تبني وطن، تبني وطن بناء حقيقي. النهارده وده ما فعله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وانا جاي لحضرتك هنا، سواق التاكسي بيقول لي ايه؟ مم. احنا مش لاقيين ناكل، مم. نعمل ايه؟ فالسؤال ده مهم جدا، وانا شايف انه ملمس معانا في الحلقه. حلو. نعمل ايه؟ في ازمه في العالم كله، صحيح. واحنا مش عايشين لوحدنا في ده الكون. العالم كله. وانت النهارده مشكلتك كلها بتتركز في عفريت اسمه الدولار. مم. طيب انت عايزه ليه؟ انت عايزه عشان بتستورد اكلك وشربك وكل حاجه. يبقى بديل ايه؟ طب يبقى بديل انا بقى ايه؟ وجهه نظري الشخصيه، انا راجل فلاح مواطن مصري بسيط جدا. صح. اقول ايه؟ اقفل على نفسي وبلاش الفنيخه ايوه. الكدابه. الله ينور عليك. اللي هو ايه بقى؟ اما تيجي تبص سعادتك على الفطار، ليه؟ تلاقي فيها ايه؟ عشان انا بستورد. انا اللي يهمني كمواطن 3 حاجات: القمح، لا، رغيف العيش. القمح اه. والمحروقات، البنزين والجاز، صحيح. ونمرة 3 الدواء، العلاج. صحيح. دول ال3 حاجات ده اهم. اللي لا حياة بدونهم. جميل. تمام. يبقى انا النهارده اوفر العفريت اللي هو الدولار لل3 دول. صحيح. عشان اعيش 80 مليون من 104. هاي. طب ليه انا قلت 80 من 104؟ لان ال 24 بيستهلكوا دولار
قد اللي بيستهلكوه ال80 مم. في هيافات. مم. اما تعرف حضرتك ان احنا بنستورد ورق بفرة ب3 مليار دولار في السنة. مم. اما تعرف حضرتك ان احنا بنستورد ايس كريم ب5 مليار دولار في السنة. بس اعتقد الدوله شغاله على شغل عظيم دي هي على ما يعني. اصل انا مش هقدر اه امنعك من انك تستورد، ما صحيح. تستورد. اه طالما انت بتوفر العملة الصعبة استورد. تمام. ما هو النهارده انا لازم اوقف الكلام ده، انا كمواطن ما استخدموش. صحيح. هو انا النهارده لو ما جبتش كافيار مش هعيش؟ هو انا ما لو ما جبتش مكياج مستورد هموت؟ على هو انا الاطلاق. النهارده لو الايس كريم بتاع بره اتمنع ما عندناش؟ نعمل. هو انا النهارده لو ما اه جبتش ورق بفرة مش هعمل دماغ؟ اه. يعني خلينا نتكلم في كلام يعني ما ينفعش. مم. ما ينفعش النهارده ابقى انا مشكلتي كلها ان لازم التصدير بتاعي يبقى قد الاستيراد او اكتر. او اكتر. الناس عليه. خلينا بس مم. نقول يبقى قده. تمام. تمام. طب انت النهارده عشان يبقى قده يبقى انا لازم اقفل حنفيه النزيف مم. بتاعه الاستيراد. مم. طب اقفلها ازاي؟ امنع السلع الاستفزازيه. مم. دي سلعه استفزازيه. مم. ما انا النهارده اما اوفر عمله صعبه عشان اجيب قمح واوفر رغيف اللي بشلن للمواطن. مفيش دوله في صحيح. العالم فيها رغيف بشلن الا صحيح. احنا. الدعم. انت عارف النهارده حضرتك وانت جاي بتحط بنزين في العربيه ولازم المواطن يعرف الكلام ده، الدوله عامله له ايه؟ مم. اللي زعلان قوي ان احنا في ازمه. مم. عارف حضرتك بتحط بنزين في العربيه اللتر ب 10 جنيه، سي ب 10 جنيه. مم. عارف سعره على الدوله كام؟ دولار 67 سنت. ده السعر العالمي النهارده. صحيح. يعني الدوله ده عملك الرتل بتاعك ده قصاده 3 رتل. صحيح. طب ما انا النهارده واحنا جايين نركب 4 في العربيه مع بعض. اه او انا نغير ثقافه هو انا قلت الثقافه. لحضرتك انا جاي في تاكسي، انا سايب عربيتي وجاي ليه؟ عشان اوفر. صحيح. هوفر استهلاك، هوفر زيت، هوفر كاوتش غلي، مم. هوفر حاجات كتيره جدا. مم. هو ده التفكير اللي لازم الشعب كله يرجع له. هو ده التفكير صحيح. اللي لازم كنا نرجع له. لازم نقفل على نفسنا شويه. مم. احنا عشنا في جيل كنا بنلبس باتا وبنركب نصر مم. من وكاوتش غير اسماء، النسر. من غير اسماء بقى لا ما دي حاجات، دي صناعات، لا دي صناعات صناعات، مصريه دي صناعات مصريه تمام. قطاع متباع. تمام. دي صناعات مم. مصريه حضرتك. انا بتكلم على مم. الصناعات بتاع الشركات صحيح. المصريه القطاع العام. تمام. زيها زي التلفزيون، زيها مم. زي الجيش بالظبط. مم. النهارده احنا كنا عايشين على الكلام ده، مم. لكن النهارده بقينا بنجيب المستورد مستورد. وبنرفض المحلي. عندنا عقده الخواجه. يبقى لو تنازلنا عن عقده الخواجه دي هيبقى الدولار ملوش يبقى احنا لازمه. محتاجين نتغير فكر سلوكيات. وسلوكيات. سلوكيات اه. بس. ومحتاجين حاجه تانية مهمه جدا، مم. ترشيد في الاستهلاك بتاعنا. مم. احنا فكر الدوله، الاستهلاك. احنا الشعب الوحيد اللي بيحط رغيف العيش على السفره زي ما هو رغيف وترمي بقيته. مم. انا عايز كل واحد فينا النهارده كده يقطع الرغيف. اللي يسمعني يدور في كيس الزباله بتاع البيت مرمي فيه اكل قد ايه بتاع اليوم. صحيح. احنا الشعب الوحيد اللي بيحط طبق رز لكل واحد، مش هو طبق في النص وتاخد منه معلقه بمعلقه. مم. احنا الشعب الوحيد اللي بيشتري بالكيلو في العالم. مفيش بالواحدة. شعب في العالم مش بيشتري بالكيلو الا مصر. اه احنا لما سافرنا بره لو سمحت اديني كيلو قال لي انت مصري. اه صحيح. خلاص ما هو دي بالحبه. اه. مفيش حد بيشتري ده اللحمه بالجرام. مفيش حد بيشتري بالكيلو الا في مصر. مم. مفيش. حتى البياع عنده ثقافه 3 بكذا، الخمسه صحيح. بكذا. صحيح. مفيش حد، مفيش الكلام ده مش موجود في العالم كله. مم. مفيش في العالم حد. ده العيش بيتقطع حتت قد كده. مم. تركيا اللي الناس كلها قاعده تقول الدوله والنظام بيتحط العيش الاكمك عندهم. مم. العيش بيتحط حتت قد كده مم. وهي 3 قطع بس. السكر بيحطوه قد حبايه الدواء. احنا الشعب الوحيد اللي بيحط سكريه. لا بيحط سكريه صحيح. ويحطها كلها في الكوبايه. اه. رشد استهلاكك. مم. انت لو رشدت استهلاكك اقسم بالله انت في حد ذاتك اللي بتصرفه، وعلى فكره هتحافظ على صحتك. انت اللي بتصرفه مم. في شهر هتصرفه في شهرين. صحيح. لان احنا بنرمي اكتر ما بناكل وبنشتري اكتر ما بنحتاج. مم. ودي مشكله كبيره جدا. طيب خدتي مربع تاني ومربع مهم جدا. احنا مرينا بازمتين كبار، ازمه كورونا، الازمه الحاليه دي، ازمه احنا حظنا وحش. الحرب الاوكرانيه الروسيه. احنا لولا كورونا والازمه الروسيه. برغم ازمتين دول ازمتين كبار اللي اجتاحوا العالم كله، بفضل الله سبحانه وتعالى الاسعار غاليه، لكن مفيش حاجه مش موجوده ومفيش حاجه مش متوفره، وده نتاج عمل طب وشغل انا عايز اقول وتنمية. عايز اقول حاجه بقى للناس عشان تعرف احنا على كل اللي احنا فيه من الازمه ده. مم. احنا ربنا كرمنا بحاجه مهمه جدا. بفضل الله سبحانه وتعالى. نمره 1 الامن. يعني فندم الامن يعني اقتصاد. صحيح. انت امن في بيتك يعني في اقتصاد قوي. صحيح. دي نمره 1 للي بيقولوا ان البلد تعبانه والبلد على شفا حفره. نمره 2
تعال نبص على دول الاتحاد الاوروبي كده. المانيا هي كيلو زيت اعظم اعظم. كيلو زيت وكيلو دقيق للمواطن الالماني في الشهر، مم. ورجعوا يبيعوا فحم تاني. صحيح. احدى الدول الاوروبيه بتحدد يوم في الاسبوع للاستحمام. كان معايا رئيس الجاليه المصريه في هولندا، قال لي احنا بندخل السوبر ماركت مسموح لينا ناخد ازازه زيت واحده فقط. ايوه يا فندم، انا بحكي واقع. امم. في احدى الدول العربيه ما فيهاش عيش. لبنان ما فيهاش عيش، امم. خبز ما فيش. صحيح. كانوا بيصوروا احدى المسلسلات في رمضان في لبنان، ورجع طقم الانتاج يجيبوا اكل من هنا ويرجعوا بيه تاني امم. لعدم وجود اكل. انت عندك كل حاجه غاليه، امم. بس في الطبقه اللي احنا بنقول الضعيفه في الشعب عندها العيش بتاعها ابو 5 ساغ، وفيها شبكات حمايه اجتماعيه وعندها موجوده. شبكات التواصل حمايه الحمايه اجتماعيه. الاجتماعيه، امم. التكافل وكرامه وحياه كريمه، والمعاش الجديد بتاع الفلاح المصري، صحيح. وبياخد الدواء بتاعه ببلاش، والدنيا متسيطر عليها هنا في الطبقه الضعيفه جدا. جميل. الطبقه المتوسطه حاسه بازمه، امم. لان هو عايز يبقى في الطبقه اللي فوق ومش قادر، صحيح. وكان امنيته هو ابن انترناشونال، فالوقت الدنيا مكعبله شويه. هي دي الطبقه اللي تعبانه. صحيح. لكن لو رشد في استهلاكه وبلاش الناشونال والانترناشونال، وبقينا في التجريب المصري المحترمه واللي بيطلع منها اوائل الثانويه العامه، الدنيا هتخف خالص ويبقى العباءه فكرة خفت. التكيف، يعني ازاي هتكيف على احنا الحاله. عندنا قدره، والشعب المصري عنده القدره احنا في الازمات عندنا انه ازمات كتيره جدا. يعدي تاريخنا عدى ازمات صحيح. كتيره جدا. لو رجعنا للفكر بتاع المواطن المصري ايام 67 وايام حتى 73 عملنا اعجاز. ايام حرب الاستنزاف، حقيقي. اما كان كل واحد بيوفر شاي ويبعت عشان له المجهود الحربي. المجهود الحربي، امم. وما كانت ام كلثوم بتطلع تعمل حفله وتلم فلوسها عشان المجهود الحربي. صحيح. كنا بنحب البلد، كان في حاجه اسمها انتماء. كنا وما زلنا على فكره. المشكله ان الجيل اللي طالع شاف حاجات مش كويسه كتير، صحيح. فطالع ما عندوش حته الانتماء. اما تعرف النهارده حضرتك ان الناس بتلم الدولار عشان تهربه بره، انت استفدت ايه؟ فرحت ان انت كسبت 1000 جنيه ولا 2000 جنيه؟ انت بتهدم بلد. صحيح. انت عارف بلدك دي يعني ايه؟ يعني التراب اللي هيلمك. صحيح. خد مليار واطلع اقعد في لندن، هتموت تتحط فين؟ لا، هتموت تتحط فين؟ محدش عارف. صحيح. انما انت النهارده هنا اللي هيقول الله يرحمك جارك. صحيح. وابن بلدك. البلد دي ترابها غالي قوي، ومهما يعملوا مش هيصيبها حاجه. كلامك جميل. مهما يحصل مش حاجه هتحصل. باشمهندس انا ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان الحاجه الوحيده في القران اللي ارتبطت بالامان هي مصر. صحيح. ادخلوها ادخلوا بسلام مصر ان شاء الله امنين. البيت الحرام ومصر. مصر. صحيح. البلد دي حكمها نبي، والبلد دي احتمى بيها نبي سيدنا عيسى، والبلد دي نجا ربه فيها نبي سيدنا موسى، سلام. والبلد دي اتجوز منها نبي سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. والبلد دي ربنا امر سيدنا ابراهيم ان ياخد ستنا هاجر لاعاده اعمار البيت. الست المصريه صحيح. واللي تسني لها تشريع في الحج. البلد دي مش هتتضام ابدا ابدا، محفوظه باذن الله. يعني كلامك ممتع يا باشمهندس، وانا استمتعت، بس للاسف الوقت داهمنا، لكن استمتعت انا سعيد بوجود حضرتك، وسعيد بوجود حضرتك معانا النهارده. يعني على دماغنا كنت نورنا ان شاء الله، ونتكلم عن افاق اخرى في التنميه المستدامه. نورتنا يا باشمهندس احمد البيلي، باحث في معهد الدراسات الاستراتيجيه دول الحوض النيل، والباحث في التنميه المستدامه. نورتنا وسعتنا، شكرا جزيلا لاحاسيسكم ومشاعرك الجميله. ربنا يخليك من اجل مصر المحروسه. شكرا. نروح لفاصل ثم نعود معكم مره اخرى في صباح القاهره.